حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. في هذه الآية الكريمة يخبرنا الله عز وجل بأن من بين الأعمال التي يأتين بها المولى عز وجل أجورا كثيرة ودرجات رفيعة وحسنات عظيمة الكلام بذكر الله عز وجل، أو الكلام فيما ينفع، أو الكلام في هذه الخصال الثلاث من بذل الصدقة، ومن الأمر بالمعروف، ومن الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، من كلامهم، من سعيهم عن طريق اللسان في هذه الحياة، إلا من استعمل هذا اللسان في الحث على الصدقة، في الحث على الخير، في الحث على الإصلاح بين الناس، في الحث على عدم ارتكاب المحظور. لا خير في كثير من نجواهم. رب العالمين عز وجل يسمينا هذه الآيات أين يسمى أهل العلم آفات اللسان. نعم، آفة اللسان. رب العالمين عز وجل يقرب بني آدم إفكيس ربي عز وجل نعمة النطق عن طريق اللسان، نعمة الاعتبار عن طريق الجنان، عن طريق القلب، النعمة للتفكر عن طريق العقل. فهذه النعمة نعمة الكلام إذا قد تستخدم ومثال ثلاثة الأمور. أولا بذل المعروف وإخراج الصدقات بمفهومها الواسع. هل يستعمل الإنسان اللسان هي الخير، هل يستعمل الإنسان اللسان هي النصر، هي الصلح بين الناس، هل يستعمل الإنسان المؤمن هذا اللسان هي الأمر وليس بالنصيحة لفلان وفلان. هل يستعمل الإنسان اللسان ينس يوكنا يصلح يس ويهدمنا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. الصدقة بمفهومها الواسع ذا شت ما في دين النبي عليه السلام لا يقدم الإنسان للخير سواء سلقا بنس بل يولع في الأمم ويسعى المال
أسيدي يا ليت ربي عز وجل يرزقني تسلم لكن النفقة أماكن نفق أبا ذر الغفاري، أماكن نفق فلان في سبيل الله. أيها الإنسان اللسان أن يستخدم الكلمة الطيبة. إن رب العالمين عز وجل قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أن يستعمل الإنسان هذا اللسان يوكل الأذى خير أي صراصا العباد. قال أهل العلم فمن نطق في غير صواب فقد لغى. العباد ينطقن اللسان ينس في غير صواب اليكشم وشو اليكشم اللغو والكلام، بمعنى اليكشم الهضره أن لقى. ورب سبحانه عز وجل قال في القرآن وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمن نطق في غير محله فقد لغى. الإنسان بلد ينطق سيوت الكلمة في غير محلها استعمل اللغو. ورب العالمين عز وجل شنو قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. بلد يسيول أكيد ينيوث الكلمة نلغو بمعنى ولاش الفايدة. هذا هو اللي فلان يجي فلان خلاص خليه ضامن يبويث. هذا هو اللي فلان اللي راك فلان ويتقرا فلان السيد وجل كلمة دينك وارد وجل كلمة دينك دينا فلان أثي عبر نتاع ما يسمعش. ربي قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يستويون القرن أبدا هذا ما يقول استدارة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لأن الإنسان المؤمن التقي النقي الصابر الذي يخاف الله عز وجل إلى عمران راكي فلان دار هاك نو فلان دار هاك جامي الإنسان المؤمن يشهر بخوه الإنسان المسلم، بالعكس يستطروا يدعيوا على ظهر الغيب كي يتوب عليه المولى تبارك وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة زد أو معروف. نعم الكلام الطيب النافع اللسان نستعمله في الأمر بالمعروف. سنمر في المعروف ونصروا زرع ونتبدل ونشرنا الفتنة ونسيد دفاع وخدمة الزور وخشمالة الكشمين واتبع على عورات الناس خضوا عينيك يا خضاع ما تدخلش واحد في الشيء اللي خطيك. هذا مثل وبعد واش نستعملوا في المعروف يا أخي توب إلى الله اتق الله استغفر الله. هذا مثل كلمة طيبة. النبي عليه السلام يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. البسمة كلمة طيبة صدقة عند الله تبارك وتعالى. النبي عليه السلام يقول في الحديث الصحيح رب كلمة طيبة لا يلقي لها المسلم بالا يدخله بها المولى عز وجل الجنة 70 خريفا مسيرة 70 سنة. كلمة طيبة راسي دينار أكيرويس رب العالمين عز وجل الرحمن اسم مسيرة 70 سنة. كذلك كلمة سيئة ورب كلمة قبيحة. كلمة سيئة لا يلقي لها المسلم بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة سيئة تسوي الهلاك والنميمة تهضر في الغاشية يس خاصة تدير من أهل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة خاصة تسعود المكانة أمام الناس
أو قعر جهنم المسيرة 70 سنة. ذلك يونس عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، جعل في بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، فكان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال العارفون بالله بأن هذه الكلمة شقت ظلمة الليل وشقت ظلمة البحر وشقت بطن الحوت. يونس عليه السلام يمين لا دخل من الحوت، دخل البطن الحوت ديال الظلام الظلمان البحر يلقى البحر إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عن طريق اللسان. الملائكة في السماوات، الملائكة يخلق رب العالمين عز وجل أحضرت وجلست قالت هذا صوت معروف في بلاد غريبة. الملائكة قالوا تسوى نصف غني السنين بلاد لا معنى أقلال السلاس من بلاد غريبة يتروحوا كيف تموت يبعاد ولا شي الشعور يسمى مليح انتقلت ليس رب العالمين. هذا صوت يونس في بطن الحوت في ظلمة الليل في ظلمة البحر. ليس رب العالمين وقيل الصوت العبد يونس يطلع من الحوت يطلع من البحر وشو يطلع من الليل. احكم ربي القرآن فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا اللسان لابد أن نستعمله في طاعة الله كي ينجينا المولى عز وجل من هذه الهموم. ويعجبني أيها المؤمنون في هذا قول أحد الصالحين عن هذه اللسان، عن هذا اللسان، عن الكلمة الطيبة، عن النتائج الوخيمة للكلمة السيئة، عن النمام لتلقى يدي الأخبار والزور والغيبة ويعسي يتبع عورات الناس. واش يقول هذا الإنسان؟ يقول باعد النمام عنك من بعيد. واحد يجي يقول لك قال لي فلان سمعت فلان تلاقيت مع فلان قال لي عليك هذا قال لك هذا بعد عليك. أين نصح الإنسان ربي فلان تبع باعد النمام عنك من بعيد. كم هدم النمام من قصر مشيد. الحروب يا جماعة ماشي أولها كلمة صغيرة حرب. الطلاق بين الرجل والمرأة البداية تاعها كلام شهادة زور. البنيان المرصوص شكون اللي يهدموا؟ تهدموا كلمة صغيرة تاع اللسان. يقول قلت غير كلمة صغيرة. كم هدم النمام من قصر مشيد، كم سفه النمام من عقل رشيد. هذا النمام هذا الذي تلقاه يتكلم كلام ويقول كلام. شحال من العقول الرشيدة من العائلات التي هدمها من المجتمعات التي انهار صرحها عن طريق هذه الكلمة. كم سفه النمام من عقل رشيد بشفتيه الشفتين تاعهم عن طريق الكلام لا بفأس من حديد. بشفتيه لا بفأس من حديد. الخصلة الثالثة أو إصلاح بين الناس. هنا يطلب الكبرى ما كانش يصلح بين العباد غير يشعل النار والعياذ بالله. رانا داخل مجتمع مسلم والتخرى وين يتخيضين. قال أحد الصالحين كل ثدات يكرو فرو أخا ميلان يفرو الناس هذوك زعما العاقلين اللي طمع منه الخير يجيك منه كلمة طيبة تلقى رسالة ديال الواقف. أخا ميلان يفرو وناخذ ميلان يسعى كلمة طيبة عوض تسوي العباد في المثل هذه الشر الأخلاق التفض إليه يذكر الواقف يعوذ بالله. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أخبر ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. كل حاجة طرفها الإخلاص تخدم لربي تسعى لخير لربي تقول كلمة طيبة لربي. يجيك واحد أو دير الله شوف فلان يقول هذا في درجة نصحوه
ما تروحش ديها سخونه لواحد اخر، قول روح كتب السي محمد بقات الشباب يدفنوا، تروح للقبر تخلي كل حاجه تخليها راك تقول لي قام فلان وقامت فلانه ودار فلان ودارت فلانه. انصح ونصح عزرائيل ويروح يتوب الى الله عز وجل قبل ما يفوتوا الاوان. هذا هو الدور نتاعك، ماشي تولي نما وتدي الكلام وتنشر فيك الى غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كاين واحد الانسان طلب الدعاء ولا ربي يسلمه ان شاء الله الذريه الطيبه. اللهم افتح عليه باب الانجاب، اللهم افتح عليه باب الانجاب، اللهم افتح عليه باب الانجاب يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان مبتلا فعافيه. اللهم بلغ المقاصد واصلح المفاسد. اللهم يا فالق الحب والنوى يا عطي لكل قلب ما نوى برحمتك يا ارحم الراحمين. كاين واحد الاخ ندعي له ان شاء الله بالهدايه واسمه الاخ فوزي، ان شاء الله ربي يهديه الى طريق الله المستقيم. اللهم اهديه اللهم اهديه اللهم اهديه، اللهم تب عليه يا ارحم الراحمين. اللهم وفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.